السنه دي عموما الموضوع مختلف عن كل السنين اللي فاتت. السنه دي عموما بنتكلم عن الوطن العربي. حاجه بقى انت ما سمعتهاش قبل كده، مش وانا بحكي لك عن تاريخ مصر ولا جغرافيه مصر تقول انا سمعت الحته دي الفلانيه، انا سمعت مش عارفه في التلفزيون ايه. لا، الموضوع ده مش هتسمعه كتير، وهتبقى 3/4 المعلومات جديده على ودنك، الا بقى الولاد اللي مهتمه تجمع معلومات عامه وعارفه الدنيا فيها ايه. طيب ماشي، مش مشكله، احنا هنعرف مع بعض. الموضوع عن الوطن العربي. اولا لازم تعرف ايه هو ايه وطن عربي. ايه موضوع الوطن العربي؟ مجموعه الدول العربيه. طب ليه انت قلت على المجموعه دي بالذات ان دول وطن عربي؟ بمعلوماتك كده، بفقاقتك، بدماغك النبيهه اللي مفيش منها اتنين. عشان كلهم عرب. اهو واحد قال عشان كلهم عرب. يعني في بلد تانية بره المجموعه دي فيها دول فيها ناس عربيه فممكن احطها معاهم. ينفع؟ ما ينفعش. طب انا ليه قلت لي على دول بالذات ان دول وطن عربي؟ تاريخ مشترك. تاريخ، ما هو طبيعي تاريخهم مشترك ولغتهم واحده، وايه تاني؟ خضراء. المكان بتاعهم واحد. انا هقول لك دلوقتي حالا ان المكان ده واحد، حدوده طبيعيه، هنا في جبال، هنا في محيط، هنا في محيط. يعني ارض الوطن العربي ربنا سبحانه وتعالى عاملها ارض واحده، ليها حدود طبيعيه، مش احنا اللي عملناها زي الحدود ما بين مصر وما بين ليبيا وما بين الجزائر وما بين تونس. دي حدود، الخطوط النقط دي حدود طبيعيه احنا اللي عملناها. لكن لما يبقى في جبال وبحر ومحيط يبقى دي حدود ايه؟ طبيعيه. يبقى اول سؤال انت هتساله لي، انت ليه اديتيني الورقه دي وقلتي لي ده وطن عربي؟ اشمعنى دول وطن عربي؟ عشان دول في ما بينهم بتجمعهم ارض واحده، لغه واحده، وتاريخهم مشترك. يبقى بما تفسر تسميه الدول دي بالوطن العربي عشان ما بينهم تاريخ وارض ولغه، تاريخ وارض ولغه، تاريخ وارض ولغه، تاريخ وارض ولغه. حلو الكلام. تعالى بقى الجزء ده هتعمله بايدك انت على الخريطه. تعالى بقى قول لي ايه حدود الوطن العربي اللي انت قلت لي عليه تاريخ وارض ولغه. قرب على الخريطه كده. انا لسه قايله لك الخريطه دي انت في جزء منه شفته قبل كده. القديمه اللي عندي انا عرفت فين مصر، اللي جنبها فلسطين، واللي جنبها من هنا السعوديه، واللي تحتها السودان، واللي جنبها من هنا ليبيا. دول كده معلومات قديمه انا عارفها. دي الحاجه اللي انا فاكرها على خريطه الوطن العربي، مش مهم. انا عشان اعرفك بخريطه الوطن العربي لازم اقول لك موقع الوطن العربي. هقول لك الموقع والحدود بتاعته. وانا بقول لك الموقع والحدود بتاعته هعرفك شويه دول كمان، عشان لوحدك على اخر الدرس تبقى عارف ال 22 دوله بتوع الوطن العربي. الموقع من واحنا زمان عارفين، ومن السنه اللي فاتت عارفين، انا بناقش الموقع من ناحيتين: موقع فلكي وموقع جغرافي. يعني ايه الموقع الفلكي؟ الله ينور عليك، برافو عليك. الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. انا هخليك برضو بايدك تعمل دوائر العرض وخطوط الطول اللي بتحد الوطن العربي عشان تبقى عارفها. طب ويعني ايه الموقع الجغرافي؟ انا ناسي، انا الحاجات دي سمعتها قبل كده بس مش مجمعها. يعني ايه الموقع الجغرافي؟ هو ايوه بعض الاقاليم. لا، يعني الموقع بالنسبه لليابس والماء. يعني في هنا جبل، في هنا بحر، في هنا بحيره، في هنا محيط. يبقى الموقع الفلكي الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض، والموقع الجغرافي الموقع بالنسبه لليابس. تعالى نبدا بالموقع الفلكي. شوف يا سيدي، فاكر خط الطول الرئيسي؟ كان اسمه ايه؟ جرينتش. الله ينور عليك. عارف ان خط الطول الرئيسي بيمر جوه الوطن العربي في دوله اسمها ايه؟ ليبيا. الجزائر. يبقى خط الطول الرئيسي بيعدي منين؟ الجزائر. اديني مسطره نعمل الجزائر مع بعض. اعمل الجزائر، اعمل جوه الجزائر خط جرينتش. اكتب على ده جرينتش، عشان لو هو حب يكبر لي الخريطه في امتحان من الامتحانات وجاب لي حته من الخريطه
وعمل لي خط الطول ده، يبقى انت عارف بعد ليبيا كده في الجزائر، ماليش دعوه بالحته اللي فوق، بعد ليبيا في الجزائر وبيعدي فيها خط جرينتش، اكتبي على دي الجزائر وده خط جرينتش. طب فاكر دايره العرض الرئيسيه؟ النسوان. الله ينور عليك. طب الاستواء دي بتعدي جوه الوطن العربي؟ بنتعدي من السودان؟ الله ينور عليك، بتعدي من السودان. مش السودان وبس، خلي بالك، وبتعدي على جيبوتي برضه. يبقى انا كده خدت دولتين. يبقى ده خط جرينتش بيعدي على السودان وجيبوتي. اهي الكرة الصغننة الحلوة دي، اكتبي عليها، اسحبي سهم كده وتعالي. هنا كنا حافظين خط الاستواء من الاول بقارة افريقيا من الحتة المقلبظة دي. طب ما يعملوا بالحتة المقلبظة عادي بتاعتنا، انت اعملوا في القلبظة ومالناش دعوة، نزلوا تحت تحت قوي، لازم يعدي كده هنا اهو كده. تمام؟ نكمل. دي كده خط الطول الرئيسي ودايرة العرض الرئيسية. أنا فاكر إن كان في دايرتين عرض رئيسيتين مع دايرة الاستواء، بس مش فاكر. أيوه، السرطان والجد. الله ينور عليك. الله ينور عليك. السرطان بيعدي في مصر، يبقى دائرة السرطان دي بتعدي في جنوب مصر. جنوب مصر. طبعا. طب والجدي بقى؟ بيعديش على الدول العربية، بس آخر حدود الوطن العربي، شايف الدولة اللي نازلة لتحت دي؟ اسمها الصومال. دي اللي عاملة كده دي اهي اسمها الصومال. العربية؟ آخر حدود شوف بقى الصومال دي آخر حدودها هنا. الدايرة اللي هنا دي دايرة 2 جنوبا. أنا مش هرسمها وهعتبر إن إطار الخريطة ده هو الدايرة دي. دي دايرة 2 جنوبا. طب أنت عمالة تقولي لي سرطان واستواء وجرينتش، يعني أنا تهت كده. بيعدي فيهم ما هو حدود الوطن العربي من 2 جنوبا 2 شمال. لا، ل 37 و30 شمالا. يعني المفروض ان خط الطول اللي فوق دايرة العرض اللي فوق دي، دايرة العرض اللي فوق 37 ونص، قول ونص، و30 شمالا. يبقى حدود الوطن العربي من 2 جنوبا ل 37 و30 شمالا. فوق خالص، عن فوق بعد البحر المتوسط. اكتب لي بقى على ظهر الخريطة عندك. اكتب لي على ظهر الخريطة عندك من 37 و30 شمالا ل 32 شمالا ل 2 جنوبا. دي دوائر العرض، دي الحدود بتاعت الوطن العربي. طب وخطوط الطول؟ طبعا. تمام. تعالى بقى لخطوط الطول. الوطن العربي ادي جرينتش اهو، جرينتش اهو. لو انا على ايدي الشمال من جرينتش يبقى ده غرب ولا شرق؟ غرب. واللي على ايدي اليمين؟ شمال. الوطن العربي 17 غربا، من 17 غربا ل 60 شرقا. يعني الإطار بتاع الخريطة ده 60 والإطار بتاع الخريطة ده 17. حدود الوطن العربي في الغرب 17 وفي الشرق 60. وانا هحفظ الحاجات دي؟ على فكرة مش صعبة. اكتب كده معايا، دي دوائر العرض. اكتب معايا من 10
غربا ل60 شرقا، من 17 غربا ل60 شرقا. دي خطوط الطول اللي واقفين كده اهو، خطوط الطول اللي عاملين كده اهو دوائر العرض. كل مشيها كل، هقول لك ليه. كل الوطن العربي بيمتد من 37 ل2 ومن 17 ل60 المفروض ما عدا دولة واحدة. دولة واحدة صغنونة وقعت مننا في المحيط اسمها جزر القمر، قمر أو جزر القمر. 2-1 قولها زي ما تحب تقولها، مش موجودة قدامك. جزر القمر أو جزر القمر موجودة عند تقاطع 12. أنا اللي عاملاها كده عشان تبقى معاك على الخريطة، مع 42 خط طول 12 و42 هي جزر القمر موجودة في المحيط. كل الوطن العربي حدوده من 37 ل2 ومن 17 ل60 ما عدا طيب جزر القمر موجودة عند تقاطع خط طول مع دايرة عرض. هي حاجة صغننة كده وقعت مننا وتحت في المحيط، المحيط الهندي. موجودة عند تقاطع 12 مع 44. خلاص؟ طيب أنا بقى عشان انتوا ما تنسوهاش عملت كده خطين هنا 12 و44 وقلت قال يعني دي كده جزر القمر. هل هي هنا في الحته دي كده؟ لا خالص طبعا، تحت في المحيط ويمين كمان. 12 جنوبا و44 شرقا. 12 جنوبا و44 شرقا. الحته دي كده من تحت خالص، مش هينفع نعملها على الخريطه في اي ركن نعلم عليها. 12 مع 44 يبقى دي جزر القمر. هعيد تاني الحته دي، انت بس كل اللي هتتعب فيه حفظ الارقام. ال37 معاها 2 وال17 معاها 60 وام44 قمر. مش هننساه بقى. ناخد الموقع الموقع الجغرافي. احنا كل ده بنقول الموقع الفلكي اللي هو خط طول مش عارفه ايه مع دايره عرض ده الوطن العربي. الموقع بقى الجغرافي هو اللي فيه الكلام، هو اللي فيه الحلاوه والاستمتاع. حدود الوطن العربي عشان تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اداك الوطن العربي ده حته على بعض، دوله واحده، بلد واحده، وطن عربي كبير. ادي مصر يبقى ده البحر. ادي اول حدودنا الشماليه. يبقى حدود الوطن العربي الشماليه طب معلش يعني في حاجه جديده عايزه اقولها لك. جنب البحر المتوسط اكيد لا حاجه اسمها جبال طوروس. يبقى انت جنب البحر المتوسط في هنا جبال، هنا في الحته دي كده اسمها جبال طوروس. جنب ادي البحر المتوسط اهو، كل ده البحر المتوسط. جنبه هنا في الشمال فوق العراق. ماشي اكتبوا، شد سهم لحد ايران واكتبوا في ايران. اكتب العراق جبال طوروس. متوسط وجبال يعني جبل طوروس جنب البحر الشرق ولا الغرب؟ ادي بادي متأكد انك عايز الشرق؟ انت متأكد؟ في الغرب المحيط الأطلنطي. في الغرب ده سهل قوي ده. ان كل الوطن العربي من 37 ل2 ومن 17 ل60 صح؟ 37 30 صح كده؟ ما ينفعش اشتمك. مش انا لسه قايله لك ان في دوله واحده وحيده شريده يا عيني وقعت مننا تحت بعد الجيبوتي والصومال اللي كانوا قاعدين يعيطوا وهم تحت. مع الدوله دي تقاطع 12 جنوبا يعني تعدل الاستواء مع 44 شرقا. تلاقي واقعه هناك هنا اهو. اسمها ايه؟ هي دي عربيه؟
دولة عربية. ايوه، جزر القمر بتقع مع تقاطع 12 جنوبا مع 44 شرقا، اسمها جزر القمر. فاحنا نفتكرها بايه بقى؟ 44. ايوه، 44 طلعت قمر. خلاص، يبقى انا دلوقتي عندي الدول العربيه هقسمها نصين، جناح اسيوي وجناح افريقي. جناح اسيوي وجناح افريقي. ومنشاش جزر كم؟ القمر. خلاص، يلا راجع معايا تاني. الجناح الاسيوي، الجناح الاسيوي يا لطفي: كم؟ فلسطين، الاردن، لبنان، سوريا، العراق، الكويت، البحرين، قطر، السعودية، الامارات، عمان، اليمن. طب والجناح بقى الافريقي: مصر، السودان، جيبوتي، الصومال، الصومال، ليبيا، الجزائر، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، وما تنساش جزر. الكونغو. يلا نخش على الموقع الجمالي. الوطن العربي في البحر المتوسط اهو، كل ده البحر المتوسط. ادي اسبانيا، ودي ايران اللي هم مش معانا بس اهي معانا في الحدود. يبقى شمال الوطن العربي عندي البحر المتوسط وجبال طوروس. في الشمال الشرقي في جبال زاجروس وكردستان، اللي زيدان قال لنا هيفتكرها بايه؟ كريستيانو. يبقى انت معاك طوروس في الشمال، وفي الشمال الشرقي زاجروس وكردستان. عندك ده المحيط الهندي، في الجنوب الصحراء الكبرى، في الغرب المحيط الأطلنطي. يبقى البحر المتوسط في الشمال، يطلع البحر المتوسط على الغرب المحيط الأطلنطي، في الجنوب في الصحراء الكبرى، عندي هنا في الشرق المحيط الهندي، في الشمال الشرقي جبال زاجروس وكردستان. أنا بالمرة بقى بما إننا تايهين في البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي، ما تنساش إن ده البحر الأحمر. الله ينور عليك. قرب أقول لك، إحنا خدنا مصر وقلنا إن جنبها ليبيا، وقلنا إن جنبها السودان، وقلت لك إن خط جرينتش بيعدي من الجزائر. يا سلام. وقلت لك إن خط الاستواء بيعدي عند يا راجل ايه ده؟ الصومال. فوق الصومال في نقطة صغننة كده اهو، اكتب بإيدك عليها جيبوتي. خلاص. طيب، شايف الحتة الصغيرة اللي فوق الجزائر؟ تونس. وجنب الجزائر المغرب. يبقى أنا كده خدت تونس والجزائر والمغرب، اللي كان زمان بيتقال عليهم المغرب العربي. وهقول لك إن اللي قسمهم الاستعمار الحصة الجاية. شايف الحته الصغيره دي؟ الصحراء المغربيه. اقول لك على حاجه مش عندك في المنهج. الصحراء المغربيه دي منطقه نزاع ما بين المغرب واسبانيا، وحدود وحرب اهليه للناس اللي ساكنه هناك وعايزه تستقل. هي مش دوله معايا خالص، ولا انت هتهتم بالكلام اللي انا بقوله ده خالص. انت هتعرف بس ان الجزء ده اسمه الصحراء المغربيه، تحتها موريتانيا. ايه ده يا انت كده قلتي لي مصر والسودان، جيبوتي والصومال، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. عارف مجموعة الدول دي اسمها ايه؟ طب ما دول كمان دول عربية. طب انا ليه قسمت دول بس؟ اصل الدول دي اللي انت لسه قايلاها لي دي موجودة في قارة افريقيا. يبقى انا لما اجي اقول هقول الدول العربية اللي موجودة في قارة افريقيا، لا، دول عربية افريقية، دول الجناح الافريقي. انا بقى كده مثلت كأن الدول العربية دي طائر عنده جناحين، جناح موجود في اسيا وجناح موجود في افريقيا. فانا هتكلم على دول الجناح الافريقي ودول الجناح الاسيوي. فانا دلوقتي قلت لك ان مصر والسودان، جيبوتي والصومال، مصر والسودان، جيبوتي والصومال، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، دول جناح افريقي، دول جناح افريقي. طب ما احنا عارفين دول بالجناح الاسيوي. مش انت قلتي لي زمان من واحنا في سنه رابعه فلسطين تحتها الاردن والسعوديه، دول حوالين مصر. طب جنب فلسطين في لبنان وسوريا، العراق. شايف تاني؟ ادي فلسطين،
فوقيها لبنان، وبعدين سوريا، انزل على العراق. في حته صغننه خالص الكويت، وحته اصغر منها البحرين، وتحتها حته تانية قطر، وبعدين الامارات، عمان، اليمن. اقولهم تاني: فلسطين ولبنان، سوريا والاردن، العراق، الكويت، البحرين، قطر، الامارات، عمان، اليمن، والقلب الكبير السعوديه. دول دول الجناح الاسيوي. يبقى انا يا محترم قسمت الوطن العربي لجناحين: جناح افريقي وجناح اسيوي. هقول لك دول الجناح الاسيوي تاني عشان هم اللي انت بتتلخبط فيهم، اللي هم ايه؟ فلسطين والاردن والسعوديه. دول انا هاخدهم من الاول: فلسطين والاردن والسعوديه. خلاص؟ لبنان وسوريا والعراق. لبنان، سوريا والعراق، الكويت، البحرين، قطر، الامارات اللي هم على الخليج العربي. دول الكويت، البحرين، قطر، الامارات، وعمان واليمن. دول الجناح الاسيوي. طب انت فاكر الجناح الافريقي؟ سهلين قوي قوي دول اللي انا عارفهم اصلا: مصر والسودان، جيبوتي والصومال. مصر والسودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا. الله ينور عليك. ما تنساش بقى بالمره كده اللي احنا وزعناهم على الخريطه واللي انت كتبتهم بايدك، ان الدول العربيه دي بتبص هنا على الخليج العربي، والخليج العربي ده بيطلع على الخليج عمان. الخليج العربي ده بيطلع على خليج عمان، وخليج عمان بيطلع على البحر العربي، والبحر الاحمر هيطلعك على خليج عدن. الله ينور عليك. وخليج عدن هيطلعك على البحر العربي برضه، ما هي نقطه الالتقاء البحر العربي اللي هيطلعك على المحيط. الله ينور عليك. يلا بقى نتكلم كلام النظري. لو انت سالتني من كام سنه كنت هقول لك السودان، بس انت عارف ان جد جديد في السودان وحصلت حرب اهليه والسودان اتقسمت لشمال السودان وجنوب السودان، فتبقى اكبر دوله عربيه الجزائر، وتبدا اصغر دوله عربيه لسه معلمين عليها. وقلت لك النقطه الصغننه اللي واقعه في بحرين. الله ينور. ما لاحظتش وانت بتوزع بايدك ان كل الدول العربيه يا تطلع على بحر يا تطلع على بحر؟ سحر. لا سحر ولا شعوذه. عندك بحر عربي، خليج عربي، عدن، بحر احمر، بحر متوسط، محيط اطلنطي، ده في هندي. كل الدول سبحان الله سواحل الوطن العربي، كل الدول العربيه يا تطل على بحر يا تطل على محيط. دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ طبعا حاجه حلوه. طبعا حاجه حلوه. وخلي بالك بقى، ده سلاح ذو حدين. انت عايزه، انت كدوله عربيه عايزه تتصلي بالعالم الخارجي، هتعرفي تتصلي سهل قوي بالعالم الخارجي. عايزه تقفلي على نفسك ويبقى ليكي ثقافتك الخاصه وعاداتك وحدودك، هتعرف. ده انت حدودك بحر وجبل. انت قافل على نفسك بمزاجك، فتحت واتصلت بالعالم الخارجي بمزاجك. يبقى انا عايزه اقول لك ان حدود الوطن العربي حدود طبيعيه امنه، والنتائج اللي ترتبت على الحدود الطبيعيه للوطن العربي سهوله اتصاله بالعالم الخارجي واحتفاظه بشخصيته العربيه المستقله، ليه عاداته وتقاليده ولغته المستقله عشان هو حدوده دي ربنا اللي حاططها له. وفي نفس الوقت انا لو عايزه اتصل بالعالم الخارجي مركب وهروح البلد الثانيه واخد منها اللي انا عايزه وارمي اللي انا مش عايزه في البحر وارجع كأن مفيش حاجه حصلت. يبقى انا كده خدت النهارده معاك اول سؤال: اثبت بالادله ان الدول دي تندرج تحت مسمى دول الوطن العربي. ايه دليلك على ان مجموعه الدول دي دول الوطن العربي؟ عندهم 3 حاجات مشتركه: لغة واحدة؟ لغه وتاريخ ومكان. لغه وتاريخ ومكان. لغه وتاريخ ومكان. حلو. يعني ايه موقع جغرافي؟ موقع بالنسبة للجبال اليابس والماء. طيب يعني ايه موقع فلكي؟ بالنسبة لدول العرب نقطة الطول ودوائر العرب. طيب كل الدول العربية بتمتلك سواحل أو مسطحات مائية. دل عشان أنت عندك 2 محيط، هندي وأطلنطي، عندك 3 بحار،
بحر المتوسط وبحر الأحمر البحر العربي 3 خليجين. الوطن العربي بيمر بيه دايرتين رئيسيتين، الاستواء والسرطان. الاستواء والسرطان، خط طول رئيسي. طيب ما النتائج المترتبة، السؤال بقى الحلو بتاع الحلقة دي بتاع الحصة دي، ما النتائج المترتبة على امتداد حدود الوطن العربي مع ظواهر طبيعية؟ أدى إلى، أنا لسه قايلة لك سلاح ذو حدين، اتصلت بالعالم الخارجي بكل سهولة، احتفظت بشخصيتي العربية المستقلة، مش أي حد يخش يغير فيا ويلعب في عاداتي وتقاليدي وأنا قاعد كده، لأ، ده بتحصل حروب وثورات وجولات مش بينفصلوا في معظم الأوقات. خلاص؟ يبقى السؤال ده ممكن يجي لك بثلاث طرق. أول حاجة امتداد حدود الوطن العربي مع ظواهر طبيعية. تاني حاجة إحاطة الوطن العربي بحدود طبيعية. والتاني سؤال الحدود الطبيعية للوطن العربي حدود آمنة. ده أدى إلى الاحتفاظ بشخصيته العربية المستقلة وسهولة اتصاله بالعالم الخارجي. الوطن العربي 22 دولة، 10 منهم في أفريقيا و12 منهم في آسيا. احنا كده خلصنا الجزء ده. المهم قوي عندي الخريطة اللي احنا أصلا خدنا منها. خلي بالك أنا اديتك الخليج العربي والبحر العربي واديتك المحيط الأطلنطي اللي بيطلع البحر المتوسط بيطلع على المحيط الأطلنطي. ده تمهيد لجزء من الحصة الجاية عشان اديك المضايق على طول، تبقى انت عارف ده طالع على مين بيشرف على فين. حتى لما قلت لك بص حدود عمان اخده لحد فين عشان امهد لك الحصه الجايه، انا عايزاك تذاكر اللي انا اديته لك بالظبط. خلاص؟ بقيه الدرس ان شاء الله هنكمله في الحصه الجايه.